السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. معاكم محمد النجار من قناة جرافيك مايند ستوديو. عادة احنا في القناة هنا بنعمل دروس بنشرح فيها حاجات في الموديلنج او اللايتنج، طبعا كل اختصاصنا في برنامج بلندر وال3 دي، عالم ال3 دي عموما. لكن الفيديو ده مختلف شوية. في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيجوال من الالف للياء، ازاي اشتغلنا عليه على بلندر، عملنا الموديلنج واللايتنج، وبعدين خدناه نقلناه على الفوتوشوب، عملنا البوست برودكشن. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدا. طيب قبل اي حاجه، طبعا انا في الاول جمعت ريفرنس عشان اكون فكره كامله للفيجوال. اصلا قبل ما ابدا اي فيجوال او قبل ما ابدا اي اعلان بعمله او حاجه مثلا بعملها بيرسونال، بدور الاول على ريفرنس او فكره، موضوع عايز اتكلم عنه، كونسبت الفيجوال اللي انا عايز اتكلم عنه وان انا عايز اعمل الفيجوال عليه. فما كانش في حاجه محدده، فدورت على ريفرنس كتير، شفت الريفرنس ده وده وده عجبني، بعدين جمعت الريفرنس حطيتهم في مود بورد واتفرجت عليهم كده، قلت ممكن يطلع منهم ايه. بعد حوالي الموضوع ده اخد من ساعتين ل3 ساعات عشان الفكره تكون كامله وواضحه قدامي. بعدين قررت ان انا افتح بقى بلندر وابدا اشتغل. بدأت الأول في الموديلنج بتاع العجلة. طبعا موديلنج العجلة سهل إلى حد ما، عملت بقى تفاصيل العجلة وبعدين سلوك اللي بتبقى جوه العجلة، بعدين عملت شكل العربية نفسها. دخلت على جيمناي، اديته الريفرنس اللي معايا وقلت له اديني العجلة دي أو العربية دي من زوايا مختلفة. طبعا هو طلع لي 4 زوايا منهم 3 شبه بعض، بس الزاوية دي عجبتني، حتة التوب فيو والعجلة العربية كلها باينة تمام. دخلت بقى بدأت إن أنا أعمل الموديلنج بتاع العربية نفسها، بعدين عملت التوربين اللي هو على اليمين العجله اللي بيطير ده، بعدين عملت الاجنحه بتاعه العجله نفسها، بعدين كررت العجله دي، وبعدين عطيت لايتنج للعجله واديت الطريق، اديتها ريم لايت من اليمين ومن ورا، وظبطت اللايتنج بحيث ان الارضيه بتاعه العجله تبان، لان انا عامل زاويه التصوير انها تكون له انجل بنسبه كبيره. بعدين كررت العجله دي بنفس شكل اللايتنج ده مرتين بحيث ان هم يبان ان العجل ده بيجري ورا بعض. ظبطت الاضاءه بتاع العجلتين اللي هم على اليمين وعلى الشمال، وعملت الشيدنج والماتيريال لكل جزء في العربيه. لو انت عايز تتعلم الشيدنج والماتيريال بشكل احترافي، هتلاقي تحت في الديسكريبشن فيديوهين بيتكلموا عن الشيدنج والماتيريال بشكل تفصيلي شارحينهم. هتلاقي فيديوهين موجودين هنا على القناه، هتلاقي اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن. بعد ما حطينا الماتيريال وحطينا اللايتنج والشيدنج وظبطنا الكومبوزيشن، عملت ريندر، وبعدين يلا بينا على الفوتوشوب. بعد ما بتدخل على الفوتوشوب عشان تعمل بقى البوست برودكشن، لازم يكون انت محدد عندك الاهداف اللي انت عايز توصل لها. يعني انت هتوصل لايه من الفيجوال ده؟ يعني مثلا هتشتغل كلر جريدنج عامل ازاي؟ كل حاجه لازم تعملها بتكون بريفرنس. يعني مثلا هتطلع كذا ريفرنس للكلر جريدنج، للكلر باليت اللي انت هتشتغل بيها في الفيجوال. انا عايز الفيجوال ده يطلع بالسين المعين ده، وتكون الالوان اللي فيه شكلها عامل كده. كنت حابب الجو اللي هو الكرتون شويه بتاع ديزني، والكلر باليت اللي هي الفيفيد شويه بتاع اللون الازرق الفاتح واللون الاصفر شويه، او اللون اللي هو الاورنج مدي على اورنج شويه. فبحب الكلر باليت دي، وكمان الالوان تبقى ساتوريتد. فظبطت السما. طبعا باي حاجه احنا بنبدا نشتغل عليها عشان تظبط الكلر جريدنج بتاعك بتاع الفيجوال، لازم تظبط السما، لان السما هي اللي بتلون، بتدي الالوان للفيجوال بتاعنا. يعني مثلا احنا هنا السما بتاعتنا هتبقى زرقاء، خليناها زرقاء فاتح، دي ساتوريتد شويه عشان الالوان او الارضيه كل اللي هيبقى موجود على الجراوند هتبقى الالوان بتاعته فيفيد والساتوريشن بتاعها عالي. فظبطت طبعا السما، وبعدين ظبطنا مكان الشمس والحته اللي هي الاورنج بتاعت الشمس اللي هتبقى موجوده في الفيجوال، بحيث ان انا لما احط الكومبوزيشن اللي احنا عاملينه الريندر بتاعنا تبقى مكان الشمس في اتجاه الشمس اللي انا عاملها على بلندر. وان ظبطنا اتجاه الشمس مع اتجاه الشمس اللي احنا اوريدي عملناه في بلندر، بدانا بقى نعمل ريتاتش جامد جدا على الريندر بتاعنا. اول حاجه عملنا موشن بلور اللي موجود على العربيه، لان احنا ما عملناش موشن بلور على بلندر. فظبطت الموشن بلور بتاع كل العجل اللي موجود في العربيات، وكمان الموشن بلور بتاع الارضيه عشان يبان الطريق كانه بيجري. بعدين بدات ان انا ارمي ريم لايتس على العربيات وعلى الطريق اللي انا عامله. طبعا الريم لايتس دي مهمه جدا، لان هي بتبرز العربيه، كمان بتخلي شكل الفيجوال وبتخلي الكومبوزيشن يندمج مع بعضه اصلا. فبدات ان انا اعمل ريم لايت. طبعا الفيجوال وانت بتعمله بيرسونال بتاخد وقتك فيه، وبتحاول على قد ما تقدر تطلعه بشكل كويس، فبتاخد وقتك بقى رسم الريم لايت اللي على الطريق، ورسمت الريم لايت اللي على موجود تحت على العربيات تمام. بعدين ظبطت كل ده واديته كلر بالانس عشان اظبط الجراوند دي مع السما اللي انا عايزها. طبعا مع الريم لايتس اللي انت عملتها على العربيات والكلام ده كله، طبعا النتيجه طلعت معايا خلاص مظبوطه. مع الكلر بالانس الدنيا ظبطت. بعدين بقى بدات احط الحاجات الافكتات والانفجارات اللي انا عايزها تبقى موجوده في الفيجوال. جبت الصوره دي اللي عجبتني من على شاتر ستوك، نزلتها وبدات ان انا اعمل بقى قصتها، وخدتها حطيتها ورا العربيه، وبدات ادمجها اعملها مانوبيليشن مع العربيات اللي موجوده. حبيت انها تكون هيرو كده ورا العربيه اللي موجوده في النص، وظبطت الالوان بتاعتها وظبطت القص بتاعها. بعدين جبت لينس فلير للشمس وحطيته، وبعدين
بعدين حبيت ازود اللي هي الفليرز اللي بتبقى طالعه من الحديد لما بيخبط في الارض، لما العربيات بتجري بسرعه عاليه الحديد لما بيخبط في الارض بيعمل فليرز زي نار كده. دي برضه حبيت احطها اضيفها عشان بتعمل عامله كونتراست حلو مع اللون الازرق اللي موجود في الفيجوال. تمام. بعد ما ظبطت الالوان وظبطت الكومبوزيشن والكلام ده كله، البوست برودكشن خد معايا حوالي من ساعه ل2 طبعا عشان يطلع معايا النتيجه اللي انا كنت عايزها. جبت الهيز اللي ورا ده اللي هي الجبال اللي ورا عشان حسيت ان الكومبوزيشن ورا ما يبقاش بقى ايه مليان قوي، فما رضيتش ان انا ازود بيوت او عماير ورا، يا دوبك هيز بسيط كده كانه جبال في البعيد او حاجه، عشان بس ايه التفاصيل اللي قدامي ياما جدا، فما ينفعش ان انا اعمل كمان في الباك جراوند حاجه يكون فيها تفاصيل كتير. بعدين قررت بقى ان انا اركب العربيات دي اللي هي الفوكس او الذئاب. انا بحب الفوكسز جدا، بيبقى شكلها لطيف. دخلت على شات جي بي تي قلت له تفاصيل الفوكس اللي انا عايز يتعمل يبقى شكله عامل ازاي، وبعدين دخلت على جيميناي قلت له اعمل لي جنريت للبرومبت ده، طلع لي 3 نسخ من الذئاب دول، هم دول اللي استخدمتهم، قصيتهم وبقيت اضيفهم، وعن طريق الليفل دمجت الذئاب كانها تكون راكبه في العربيه. بعدين طبعا القص بدات ان انا اظبط القص، الفرشه ان انا ازود التفاصيل بتاعه الشعر بتاع الفوكس نفسه عشان يبان ان هو مدموج. كمان قعدت اضيف هايلايتس على القضبان اللي موجوده على الكوبري ده، وهايلايتس، وظبطت الازاز اللي موجود لان كان في ازاز هنا لونه ابيض زياده جدا الاضاءه ضاربه فيه في الريندر الاصلي، فخدت جزء من الازاز اللي موجود اللي كان موجود في العربيه الثانيه نقلته من هنا لهنا عشان يبقى مظبوط اكتر، لان هنا الازاز كان منور بزياده. بعدين دخلت بقى بدات ان انا اعمل كلر جريدنج للفيجوال كله. بعد ما خلصت انا بعمل كلر جريدنج عن طريق 3 حاجات، بحاول ان هم ما زدش عن كده، وهو الكلر جريدينت والكلر لوك اب وعن طريق السلكتيف كلر، وساعات بستخدم كمان الكيرفز. اول حاجه ببدا بيها السلكتيف كلر، بعدين بعمل كلر جريدينت، وبعدين بعمل الكلر لوك اب، وبعدين ساعات بقى ممكن اعمل 2 من كل واحده، او واحده من يعني ازود 2 مثلا سلكتيف واحده كلر جريدينت. لو عايزين نشرح الكلر جريدنج في الفيجوالز اللي زي دي، ازاي نعمل بوست برودكشن لل 3 دي ريندر بتاعنا بشكل تفصيلي اكتر وفي فيديو طويل، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ان شاء الله نعمل فيديو طويل نشرح فيه بقى بالتفصيل فيجوال من الالف للياء، لكن الموضوع هو عشان بياخد وقت شويه فانا حبيت ان انا اشرحه بشكل عام كده. تمام. بعد ما عديت بقى التفاصيل بتاعه الكلر جريدينت، دخلت حبيت اعمل شويه فلترز على الريندر النهائي، ودي كانت النتيجه. انا قعدت في الفيجوال ده حوالي من 8 ل 10 ساعات. طبعا المده دي يعني قسمتها على ايام، كل يوم كنت بشتغل جزء في الفيجوال ده، اتبسطت بيه جدا. كان عندي فكره وكنت متحمس جدا ان انا انفذ الريفرنس ده، لانه الشكل العجله الكبير والبرسبكتيف بتاع العربيه كان متحمس اشوف شكله النهائي هيبقى عامل ازاي، ودي كانت النتيجه النهائيه. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله. لو عايزين اي حاجه من اللي قلناها خلال الفيديو تتشرح بشكل تفصيلي في فيديوهات بعد كده، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ان شاء الله نعمل فيديو مفصل لكل حاجه هتكتبوها لي في الكومنتس هنشرحها من الالف للياء. اشوفكم الحلقات الجايه، شكرا.